اليوم قررت روح على واحد من اكبر المولات بالعالم واللي موجود بدبي. بس اول شي كان لازم نظبط اللوك تبعنا، سوينا حلاقه مرتبه ولبسنا شي شياكه على الاخير. اخذت تاكسي وبيوشنا على المول من اول الدخله بس، وبتعرف انك رح تضيع حالك هون اكثر من مره، بس الحمد لله انه في شاشات ولوحات بتدلك على كل الاقسام. ومن بدايتها وبلشت تشوف افخم الماركات العالميه، وبكل ساحه اوصلها كان في ديكور كامل مختلف تماما عن اللي قبله، لك وحتى كان في هيكل ديناصور كامل، وايه العظام طلعت حقيقيه وعمرها اكثر من 155 مليون سنه. وبعدها وانا عم بمشي بلشت شوف ديكورات كانه اسيويه، ففتت فوتي وقلت خلينا نشوف شو في. المنظر صدمني بصراحه، وما توقعت ابدا شوف هيك شي هون. عن جد كانك رحت على الصين. اللافتات والجو بشكل عام كتير حلو، وكان في صاله مطاعم ضخمه كل شي اكل اسيوي بتلاقيه هون. طلعت من تشاينا تاون وشايف قدامي جاييني مجسم كبير، قربت عليه وطلع باندا بحجم عائلي، شي كيوت على الاخر والكل عم يتصور جنبه. بعد ما لقيت حالي الا وصلت على ساحه كبيره وفيها حلبة تزلج. يا اخي المفاجآت لا نهائيه بهالمول. بس لو ما كنت لابس شورت كنت ورجيتكم مهاراتي على اصولها. دخلت على ممر شكله سري بهالمول، في مجسمات كبيره للسقف من بدايته لنهايته، وبنهايه الممر كان في محل له ديكور كانه معرض مليان فيه مجسمات غريبه عجيبه بالوان فاقعه. من دون مبالغه من اغرب الديكورات اللي بتمر علي، لك حتى في سياره كامله ومدوكر على الاخير من كل الزوايا، وشكلهم هون بيبيعوا كل شيء معروض. وجوا كان في محل شكله بيبيع شغلات، وطلع كل شيء موجود هون عباره عن فلين. طبعا ما تركت شيء الا وعفلقت فيه وطلعت لكمل بهالمول. بعدها وانا عم بمشي ما لقيت حالي غير صرت باكثر مكان الناس بيتصوروا فيه، وصوت المي كتير حلو وعاطي جو للمكان. الشلال من قريب شكله رهيب ممتد للسقف، ومن الطرف الثاني نازل حتى للطابق اللي تحته. شوي تاني وصلت على قسم الحيوانات المائيه، طلع في حوض كبير وفيه تشكيله سمك على كيفك، وفي مثل نفق بتحسن تفوت تشوف المنظر بين السمك كان عم يلعب لعب جوا، والمنظر مريح بشكل. فاخذت وقتي لاستمتع. وانا عم كمل مسيرتي لقيت هالمحل حاطط عنده سياره فورمولا 1 كامله مكمله، مستحيل تتوقع شو ممكن تلاقي بهالمول. كل محل بتلاقي فيه شيء مميز. لقيت بلكونه بطريقي فطلعت القي نظره، ويا سلام المنظر من هون بياخذ العقل. هي البحيره والنوافير الراقصه عم يحسنوها هلا فمسكره، وهي برج خليفه من هون باين كمان. منظر رواق على الاخر. وبس عتمت العين طلعت اتمشى شوي حوالين المول، وبالليل المنظر بيختلف تماما كأنك بفيلم خيال علمي. وبهيك خلصت جولتي اليوم بدبي مول. عن جد المكان مليان مفاجآت وشغلات ما بتخلص. اكتبوا شو اكتر شي حبيتوه، وما تنسوا الفولو لانه الجاي لسه احلى بكتير.